اهلا بكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج القوس طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج القوس انا شايف ان في كتير منكم قلوبكم وجعاكم وتعبانين، وفي منكم ممكن اللي بيكون بيبكي، ممكن يكون اللي فيه منكم اللي بيعاني من خلاف مع حبيب أو كراش أو حتى زوج. ممكن يكون في ما بينكم بعد أو انفصال، وده كتير مؤثر على نفسيتكم ومؤثر على تفكيركم ومؤثر على إحساسكم في الفترة الحالية. أنا شايف إن عندكم شكوك كتير وعندكم مخاوف وبتتساءلوا إذا كان الشخص ده بيحبكم، أو إذا كان الخلاف ده هينتهي أو البعد ده هينتهي أو لأ، أو إذا كان هو مهتم بيكم أو بيراقبكم أو مثلا بيحاول يعرف أخباركم ولا هو نسيكم، وهل هو بيحبكم زي ما انتم ما بتحبوه ولا لأ. بس في حاجة هنا انتوا محتاجين تاخدوا بالكم منها، ان ممكن يكون المشاكل اللي ما بينكم في الفترة الحالية هي ممكن تكون نتيجة ضغوطات او مسؤوليات. ممكن الشخص ده ما كانش متحمل فانفجر فيكم. ممكن يكون كانت حاجة بسيطة، كان سوء فهم بسيط أو حاجة زي كده. بس أنا شايف إن الشخص ده كتير بيحبكم وكتير مهتم بيكم. أنا شايف إن انتوا الاتنين كتير بتحبوا بعض. أنا شايف كمان إن انتوا ملكتوا قلوب بعض. الحب ده متبادل، يعني مش من طرف واحد. أنا شايف إن باب الحب مفتوح ليكم هنا. فبلاش أي تفكير سلبي، بلاش قلق، بلاش خوف، بلاش أفكار سلبية فيما يخص الحبيب. ممكن انتوا تفكيركم ممكن يكون وصلكم ان ممكن يكون الشخص ده في حد تاني في حياته، او ان الشخص ده ممكن يكون مش بيحبكم. فبلاش الافكار دي كلها، لان انا شايف ان في طاقة حب قوية جدا في الكروت. وممكن انتوا تكونوا مش حاسين بطاقة الحب دي نظرا للقلق والشكوك والافكار السلبية اللي ممكن تكون بتدور في دماغكم. انا شايف ان في مراقبة شديدة جدا. ممكن يكون الشخص ده بيفكر ان هو يصالحكم او يجيب لكم هدية. انا شايف ان هو متمسك بيكم جدا وبيحبكم، بس القلق والخوف اللي انتوا عايشين فيه، مش حاسين بطاقة الحب اللي صادرة من الشخص ده اتجاهكم. لكن انا شايف ان الشخص ده بيحبكم جدا ومهتم بيكم وبيفكر فيكم كتير قوي. حتى لو هو في عز شغله او في عز ما هو مضغوط او تعبان بيفكر فيكم. وكمان ممكن يكون بيراقبكم على السوشيال ميديا، ممكن يكون في صورة ليكم مع الشخص ده ممكن بيبص فيها كتير، أو زي ما يكون بيفتكر ما بينكم ذكريات حلوة وما بينكم بيفتكرها. الشخص ده ممكن الشخص ده مش بينساكم، مش بيبطل تفكير فيكم وطول الوقت مشغول بيكم. بس انتوا مش عارفين ان قد ايه الشخص ده بيحبكم. يمكن هو مش بيعترف لكم او مش بيعبر لكم عن مشاعره. ممكن يكون الشخص ده مش بيعبر أو مش بيعرف يعبر عن مشاعره بطريقة مباشرة. بس ممكن تلاحظوا الحب ده في أفعاله أو نظراته أو تصرفاته. أنا شايف إن بلاش إن انتوا يعني تحكوا العلاقة دي لحد، بلاش تدخلوا حد ما بينكم، بلاش إن انتوا تدخلوا طرف تالت في العلاقة إن هو يحل ما بينكم. وممكن يعني يديكم نصيحة سلبية أو يوقع ما بينكم. حاولوا إن انتوا يعني تدوا بريك للشخص ده، وابعدوا عن أي مشاكل وعن أي سوء فهم. بلاش تلميحات على السوشيال ميديا تخلي الشخص ده لما يقراها تخليه يتضايق او تدخل في دماغه يعني افكار سلبية. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا توازنوا تصرفاتكم وتوازنوا كلامكم. انا شايف كمان ان الشخص ده زي ما قلت لكم عليه ضغوطات كبيرة جدا فيما يخص الشغل. ممكن يكون بيسعى لتحسين دخله، وممكن يكون عنده مشاكل مادية. ممكن يكون الشخص ده عايزكم يعني تتفهموه، يعني تتفهموا وضعه الحالي. أنا شايف إن العوائق المادية اللي بيمر بيها الشخص ده مش هتستمر كتير، لأن الشخص ده أنا شايف إن في انفراجة قوية جدا جاياله في الطريق، في باب خير هيتفتح له. أنا شايف إن الشخص ده بيسعى لتحسين مستواه المادي، سواء كان في شغله سواء كان شغال على مشروع. أنا شايف إن الشخص ده إن هو هيقدر يوصل للمستوى المادي اللي هو بيحلم بيه. ومع وصول الشخص ده للمستوى المادي أو تحسن وضعه المادي وانتهاء الأزمة المادية اللي ممكن يكون بيعاني منها أو اللي ممكن تكون مقيداه في الفترة الحالية، أنا شايف إن الشخص ده هيعرض عليكم الارتباط أو الزواج أو الاستقرار اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه. أنا شايف إن انتوا كمان كتير بتفكروا في الشخص ده وبتفكروا بالارتباط بالشخص ده وكتير متمسكين بيه. انا شايف كمان ان الشخص ده انتوا عايزين ان انتوا يعني تبتدوا معاه حياة جديدة او بداية جديدة نظرا للحب القوي جدا اللي موجود
موجود ما بينكم انتوا الاتنين، أنا شايف إن انتوا الاتنين يعني بتكملوا بعض، انتوا الاتنين علاقة توأم وشعلة، ما بتقدروش إن انتوا ما بتقدروش إن انتوا تستغنوا عن بعض، بس انتوا محتاجين إن انتوا مش طول الوقت تفضلوا تشدوا مع بعض، انتوا محتاجين إن مثلا لما حد يشد التاني مثلا يرخي، أو لما واحد يتكلم التاني يسمعه. لازم تخلوا الشخص ده يتكلم معاكم ويحس إن هو مرتاح معاكم، إن هو بيتكلم وبيفضفض معاكم، لازم يحس إن هو مرتاح إن هو بيتكلم معاكم، لأن انتوا الاتنين يعني بتكملوا بعض، لأن انتوا الاتنين لازم تتعلموا التوازن في العلاقة دي، لازم توازنوا تصرفاتكم، توازنوا تفكيركم، توازنوا حتى كلامكم عشان تحافظوا على العلاقة دي، وما يبقاش فيها مشاكل أو بعد أو حتى تعب ما بينكم انتوا الاتنين. أنا شايف إن الشخص ده شايفكم في منتهى الجمال، ممكن تكونوا بتتمتعوا بشخصية جذابة، ممكن يكون مظهركم جذاب أو في حاجات كتير بتجذب الشخص ده ليكم. أنا شايف إن البعض منكم ممكن تكونوا وقفتوا مع الشخص ده كتير أو ساعدتوه سواء مساعدة مادية أو معنوية، بس أنا شايف إن الشخص ده بيحبكم جدا وكتير بيغير عليكم وكتير منجذب ليكم. أنا شايف كمان إن في حاجة انتوا بتتمنوها، أنا شايف إن ربنا هيحققها لكم وهيرزقكم بيها، وشايف هيكون في استقرار في حياتكم في الفترة اللي جاية، فاستبشروا خير لأن هيكون في توازن في حياتكم وسعادة وفرحة. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.